بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير أيها الأحبة أينما كنتم. مرحبا، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. مرحبا، أهلا وسهلا إلى حديقة الأمراء هنا في باريس، الحديقة التي تحتضن واحدة من المواجهات الواعدة والكبيرة بين الغريمين، نعم نصفهما بالغريمين البي اس جي والبارسا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يغيب عن خزائن البي اس جي ويجري خلفه منذ 10 سنوات، ويغيب أيضا عن خزائن البارسا منذ 10 سنوات، وهو الذي وصل إلى 4000 يورو البارحة، واليوم 48 ألف متفرج. هي طبعا سعة الملعب. الكرة مرفوعة القائم الأول، خطيرة، والدفاع يتدخل ويخرجها من هنالك في الركنية الأولى من باو كوبارسي الذي أخرج الكرة. ضربة الكرة في رأسه، راحت مباشرة. منديس مر، نونو منديس حاول يمر، لعبها ممتازة في العمق. أول كرة صعبة لعناصر باريس سان جيرمان وكيليان مبابي في أول كرة. باو كوبارسي على فكرة يصبح رسميا أصغر مدافع يبدأ أسول مار. ديمبلي رجع لي اسينسيو. ثالث تسديدة، الأولى كانت من لي كانغين والثانية رافينيا. استلم الكرة على الجهة اليسرى، رافينيا وماركينيوس. رافينيا رائع كرة رافينيا، ورائع كذلك مواطنه ماركينيوس الذي أخرج الكرة في الركنية. هاو رافينيا استلم، وهاو ماركينيوس في التغطية. منديس مازال، نونو يحاول يمر، منديس مازال عنده الكرة الآن. منديس خطيرة، منديس البرتغالي يبدع في اللقطة أمام لاعبين اثنين، أمام يامال وأمام جوندوغان، ليفاندوفسكي، سيرجي روبرتو، رافينيا. العملاق دوناروما يخرجها ركنية أخرى. يا سلام، مبابي كانغين يا سلام على الكرة، يا سلام، كاد ياتي الجول الاول. 20 سنه، 145 مباراه مع برشلونه. كره في الركنيه، جوندوغان يرفع الكره خطيره، دوناروما يخطئ لامين يامال. لا، وصلت كره صعبه لكانسيلو. جميل في المباراة انه في تسديدات من كلا الجانبين. اولى يمرر على يامال. خطيرة وجول. رافينيا جول. البارسا تفتح مجال التسجيل. الدقيقة 37 يفعلها البارسا بقيادة رافينيا، مسجلا أول أهدافه في مسابقة دوري الأبطال. الكرة من ليفاندوفسكي، استلم ليفاندوفسكي، دخل ليفاندوفسكي، مرر من هنالك ومن هنا إلى الجهة اليمنى، انطلق عن هنالك على الجهة اليسرى. يصل عناصر باريس سان جيرمان. فيتينيا، الكرة من البرتغالي صاحب 7 أهداف في الدوري، والبارسا كان في الموعد في هذا الشوط الأول. شكرا، نلتقي بحضراتكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. محمد سعدون، لحظات سيكون لديك الخط، تفضل. على الجهة اليسرى هرنانديز وبيرالدو في وسط الدفاع، كانغين، فيتي، مبابي، راح باركيولا. هذا فريق ثاني للبي اس جي في الشوط الثاني من عمر المباراة. الصغير برادلي باركيولا. ضربة تير شتيغن، وضربت في العارضة الأفقية وخرجت. كاد ياتي الثالث في ظرف ديمبلي ومبابي. ديمبلي مبابي رجعت لعثمان ديمبلي يفجر شباك تير شتيغن. جول يا عثمان، جول يا ديمبلي، جول فعلها الأسمراني من هنالك. اللاعب السابق لبارسا يفجر مرمى البارسا بجول. بيمنى استلمها بيسرى استلمها، بيمنى ضربها في الزاوية العالية بقوة. عثمان ديمبلي يعدل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة الرابعة من انطلاقة الشوط الثاني. عثمان ديمبلي يرجع للخلف تماما لفابيان رويز. خطيرة
باريس سان جيرمان يعود في اللقاء ويصبح متفوق بثنائية، هدفان مقابل هدف واحد في سيناريو عجيب وغريب في 5 دقائق لم يكن متوقع تماما. هكذا سيناريو. هذا من اللاعبين الشبان من الجيل الطالع في تشكيلة نادي باريس. استرجعت في الوسط الكرة هذه من كوبارسي، يلعبها مع بيدري، رائعة 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 رائعة، بابا بابا جول في منتهى الروعة. يا سلام، بيدري ورافينيا وثنائيا البرازيلي، هدف ثاني ولا أروع، تمريرة ولا أروع من بيدري لفيتلي، رافينيا وجول ثاني. سجل في الدقيقة 37 وسجل في الدقيقة 17 من عمر الشوط الثاني في غفلة من دفاع فريق باريس سان جيرمان. البي اس جي مستحوذ، البي اس جي ضاغط، وبرشلونة كرة واحدة ولعبة واحدة على الطار. رافينيا صعبة، رافينيا صعبة وخطيرة، رافينيا صعبة وخطيرة لصالح برشلونة. يأذن الحكم. رافينيا 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 رافينيا، أولالا، كانت عرضية زاحفة خطيرة وقوية على مرمى الحارس جيان لويجي دوناروما، مسكها على مرة بين جوندوغان، رجعوا فيتينيا 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 فيتينيا، ديمبلي ديمبلي، بابا. هل كنت متسللا يا عثمان؟ رائعة كرة فيتينيا مرة ثانية لعثمان ديمبلي، عثمان ديمبلي، يو رافينيا مرة ثانية، رافينيا وبيدري، لعبت هنا لجواو، رائع من فيليكس ودوناروما، يلتقط هذه الكرة، محاولة التسديد من جواو فيليكس. كرة ملعوبة، تغطية دفاعية، وصلت ديمبلي 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 ديمبلي، يا عثمان، ديمبلي ومبابي، والكرة بعيدة تماما، خرجت ضربة مرمى لصالح عناصر نادي برشلونة. هاي اللعبة عثمان، بعيدة في الركنية لبرشلونة. جوندوغان ينفذ الركنية، جول غريب وعجيب. سيناريو مثل هذا داخل منطقة العمليات، في داخل المطبخ، يدخل لكم كريستنسن هكذا ويضرب الكرة بالراس ويسجلها. لا هي عالية ولا هم يحزنون، كرة نازلة وحده ضربها بسهولة وسجل 3 أهداف برشلونة. كريستنسن أمام دفاع هش يفعلها ويسجل 3 أهداف برشلونة من ركنية. علمتنا بأنه يمكن أن نتوقع كل شيء. الكرة توصل إلى مبابي، مبابي، تسديدته مرت سلامات، راحت ركنيه على يمين تير شتيجن. هنا ضربت فيها الراوخو. قاد ذهاب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم، 3 أهداف مقابل هدفين. كريستنسن